اهلا بطلاب ثالثه اعدادي. تعال معايا في تمهيد مهم جدا بمناسبه المنهج الجديد. تمهيد مهم جدا هيمهد لك المشتقات كلها. تمهيد لازم تبقى على درايه بيه وتبقى عارفه كويس عشان خاطر تقدر تلاقي المشتقات سهله معاك. كده كده المشتقات اصلا سهله ان شاء الله، لكن مع التمهيد ده هتبقى اسهل واوضح، لان طبعا مع تغيير المناهج انت في بعض الدروس ما اصلا ما خدتهاش، بس للاسف انت دلوقتي مطالب تكون عارفها. بسم الله. تيجي هنا نبدا لحاجه اسمها المجرد والمزيد. ما معنى كلمة مجرد؟ يعني كل حروفه أصلية. الفعل المجرد كل حروفه أصلية. يعني إيه أصلية؟ هو في حرف أصلي وحرف تقليد؟ لا. كلمة حروفه أصلية يعني ما أقدرش أحذف منهم حرف. تمام؟ طيب تعال نبص كده على الفعل المجرد. قال لي هو كل حروفه أصلية ولا يمكن الاستغناء عن أي حرف منهم، زي كتب وسمع ونصر وهد وحب وحس وقال وصام وباع وسعى ودعا. كل الحروف دي اصليه، ما اقدرش استغنى عن اي حرف منهم، صح كده؟ صح. طالما ما اقدرش استغنى يبقى اسمه فعل مجرد. فعل ايه؟ مجرد. المجرد نوعين، مجرد ثلاثي ومجرد رباعي. يعني ايه مجرد ثلاثي؟ 3 حروف اصليه. يعني ايه مجرد رباعي؟ يعني 4 حروف اصليه. تاني، يعني ايه مجرد ثلاثي؟ 3 حروف اصليه. يعني ايه مجرد رباعي؟ يعني 4 حروف اصليه. ويعني ايه كلمه اصليه؟ يعني ما اقدرش استغنى عن اي حرف منهم. اتفقنا. مجرد رباعي زي طمأنة ودحرجة وبعثرة وزلزلة وزخرفة وترجمة وسيطرة دمدمة وسوسة شقشقة همهمة. كل ده حروف اصليه، 4 حروف اصليين ما اقدرش استغنى عن حرف منهم، زي ما انا ما اقدرش استغنى عنكم كده. طيب ازاي احدد نوع الفعل؟ اذا كان مجرد ولا لا؟ قال لي عادي زي ما هو مكتوب. لا مش عادي، مش زي ما هو مكتوب. قال لي لازم عشان تحدد نوع الفعل لازم حضرتك تتأكد ان هو ماضي مفرد مذكر. ميم ميم ميم، 3 ميمات. يعني ايه 3 ميمات؟ ماضي مفرد مذكر وبدون ضمائر متصلة. ماضي مفرد مذكر بدون ضمائر متصلة. يعني ايه مجرد؟ ماضي مفرد مذكر بدون ضمائر متصلة. خلاص؟ زي كده بالظبط الامثله اللي هنا وزي الامثله اللي هنا هتلاقيهم ماضي مفرد مذكر بدون ضمائر متصله. طيب الفعل المزيد بقى، قال لي الفعل المزيد هو ان انت هتلاقي يا اما اوله عله، اول حاجه المزيد. يعني ايه مزيد؟ يعني هتلاقي عندك الحروف الاصليه موجوده بس عليهم زياده. يا اما بقى هتلاقي مثلا المزيد عندي نوعين زي ما المجرد نوعين، المجرد ثلاثي ورباعي. طب المزيد ثلاثي ورباعي. يعني ايه مزيد ثلاثي؟ يعني عندك 3 حروف اصليين وعليهم زياده حرف فنسميه ثلاثي مزيد بحرف، او حرفين زياده فنسميه ثلاثي مزيد بحرفين، او 3 حروف زياده فنسميه ثلاثي مزيد ب3 حروف. طب الرباعي المزيد يعني عندك رباعي يعني 4 حروف اصليين، رباعي مزيد بحرف يبقى عليه حرف زياده. طب رباعي مزيد بحرفين يبقى عليه حرفين زياده. تمام؟ اتفقنا؟ طيب نمسك بقى الثلاثي المزيد بحرف. قال لي اول حاجه ثلاثي المزيد، عندنا ثلاثي مزيد بحرف، ثلاثي مزيد بحرفين، ثلاثي مزيد ب3. نمسك الثلاثي المزيد بحرف. قال لي هتلاقي ان الفعل في الماضي 4 حروف، ماضي مفرد مذكر. اوعى تحكم على نوع الفعل او على حاله الفعل الا لما تتاكد ان هو ماضي مفرد مذكر. قال لي هتلاقيه في الماضي بتاعه، الماضي المفرد المذكر، هتلاقيه 4 حروف. لو لقيت في اوله همزه يبقى الهمزه زائده، لو لقيت الحرف الثاني الف يبقى الالف دي زائده، او الحرف الثاني عليه شده يبقى الشده هي اللي زائده. مثال اخلصه. اخلصه ماضي مفرد مذكر، ماضي مفرد مذكر، في همزه في اولها يبقى الهمزه دي زائده، يبقى اصلا الهمزه اللي في الاول دي زائده، يبقى اصل الفعل خالص. يبقى الفعل اخلص ثلاثي مزيد بحرف، يعني 3 اصليين اللي هو الخاء واللام والصاد، مزيد بحرف اللي هو الهمزه. انتج نفس الكلام، اعلم نفس الكلام، ثلاثي مزيد بالهمزه. طيب لو ما لقيتش في الاول همزه ممكن تلاقي الحرف الثاني الف، زي كلمه حاسبه. حاسبه دي ماضي مفرد مذكر، يبقى طالما هي ماضي مفرد مذكر ابدا اشتغل، ابدا اطبق عليها القاعده. لكن لو هي مضارع ما طبقش. طب لو هي امر ما طبقش، بصيغه الجمع ما طبقش. لازم ارجعها انا. هو جابها لي ماضي، جابها لي مضارع، جابها لي امر، انا ارجعها ماضي مفرد مذكر. بعد ما ارجعها احكم على اصلها. تعال، حاسبه ماضي مفرد مذكر، احكم على حاسبه. هل ده ثلاثي؟ اقول عليه مجرد ثلاثي؟ لا ده 4 حروف. طب ينفع اقول عليه مجرد رباعي؟ غلط، لان مفيش مجرد رباعي اوله همزه زي اخلصه، ومفيش مجرد رباعي الحرف الثاني الف زي حاسبه، ومفيش مجرد رباعي الحرف الثاني عليه شده زي حسنه.
وصلت؟ هتلاقي المجرد رباعي فوق اهو مفيش لا همزه في الاول ولا الف في الحرف الثاني ولا شده في الحرف الثاني. ترجمه، سيطره، دمدمه، وسوسه، شقشقه، همهمه، لجلجه كده. طيب حاسبه ده ثلاث ثلاثي مزيد بحرف، هل في الحرف الزياده ده همزه؟ لا، الحرف الزياده هنا الف. صالح ثلاثي مزيد بحرف. خالف ثلاثي مزيد بحرف. يبقى الافعال اللي هنا ده ثلاثي مزيد بحرف، امال اللي هنا دول ايه؟ لا ده الاصل. ده انا بجيب لك الاصل عشان اعرفك الحروف الاصليه فين، عشان هنحتاجها كمان شويه. حسنه ده ثلاثي مزيد بحرف. ليه يا مستر هم مش اربع حروف دول ثلاثه؟ لا، الشده بتتحسب حرف. الشده بتتحسب حرف. يبقى حسنه ثلاثي مزيد بحرف. ايه هو الحرف الزياده؟ هل همزه في الاول؟ لا. هل الف في الحرف الثاني؟ برضه لا. امال ايه الزياده؟ الشده. يبقى ثلاثي مزيد بحرف والحرف هنا الشده. حسنه، علمه، علمه بس ايه بتاع عليها نمسح. حسنه، علمه، دربه، كلهم ثلاثي مزيد بايه؟ بالشده. طيب نيجي بقى ناخد كده مثلا سؤال بسيط. انا لو جاب لي مثلا فعل، وليه الحته تعال نروح لصفحه مسطره كده، تمام؟ سيب وزن الكلمه دلوقتي كده، تعال نروح لفعل. لو جاب لي فعل قال لي مثلا الفعل مثلا يكتبون. الفعل مثلا يكتبون، وقال لي هو الفعل ده مجرد ولا مزيد؟ ما ينفعش احكم عليه هو كده، لازم اعمل ايه؟ ارجعه ماضي مفرد مذكر. يكتبون ماضي مفرد مذكر منها ايه؟ كتب. لان يكتبون هتجيبها للماضي هتبقى كتبوا. طب رجعها لصيغه المفرد هتبقى كتبه. طب هي مذكر؟ مذكر، خلاص تبقى كتب. احكم بقى على كتبه. كتبه ده ها مجرد ولا مزيد؟ في اي حروف زياده؟ لا مفيش حروف زياده. يبقى طالما مفيش حروف زياده يبقى اول حاجه عندي كده اقولها، اول حاجه عندي اقول مثلا ان هو مجرد. طالما مفيش حروف زياده. مجرد ثلاثي ولا رباعي؟ ثلاث حروف اصليه، يبقى ده مجرد ثلاثي. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه مجرد ويعني ايه ثلاثي. مجرد يعني كل حروفه اصليه، ما اقدرش استغنى عن حاجه منه، ما اقدرش اجرد منه حاجه. ثلاثي يعني مكون من ثلاث حروف. اتفقنا؟ اتفقنا. خلاص. طب لو الفعل امر، حاضر. تعالى لو الفعل امر قال لك مثلا واحد مثلا بيكلم بنته بيقول لها اسمعي الكلام اهو. اسمعي. قال لي الفعل ده مجرد ولا مزيد؟ ما ينفعش احكم عليه كده، لازم ارجعه لميم ميم ميم ماضي مفرد مذكر. فاقول الماضي مفرد مذكر منه سمع. اسمعي الماضي منها سمعت. تاء التأنيث هتشيلها عشان احنا قلنا لازم نشيل منه اي ضمير او اي حاجه تأنيث. سمعت هتبقى ماضي ومفرد بس مش مذكر، هنضطر نشيل تاء التأنيث تبقى سمع. فسمع برضو مجرد ثلاثي. خلاص. خلاص. نيجي بقى للثلاثي المزيد بحرفين. ثلاثي مزيد بحرفين يعني هنلاقيه في صيغه الماضي مفرد مذكر، هنلاقيه 5 حروف. يعني ايه 5 حروف؟ 5 حروف في الماضي مفرد مذكر، خلاص. بس هنسميه ثلاثي مزيد بحرفين بمعنى 5 حروف. هم 5 حروف، الفعل كله 5 حروف. 3 منهم اصليين واثنين عليهم زياده. طب مين هم الاثنين الزياده؟ يعني احنا عرفنا في الاول المجرد الثلاثي المزيد بحرف يا همزه في اوله يا الحرف الثاني الف يا الحرف الثاني شده. خلاص. طب ايه بقى الثلاثي المزيد بحرفين؟ تعالى. قال لي بص، الثلاثي المزيد بحرفين يا اما الحرفين دول بيبقوا الالف والنون، او الالف والتاء، او التاء والالف، او الالف والشده، او التاء والشده. خلاص. طب نحفظهم ازاي عشان ما نتلخبطش؟ عادي هقول لك هتعمل فيهم ايه. احنا عندنا الالف والنون الاول كانوا اصحاب، لكن الالف ده ساب النون وراح صاحب مين؟ التاء. خلاص. والتاء هي كمان صاحبة الالف. حلو الكلام؟ حلو الكلام. الالف لسه زي ما هو بيبيع اللي منه، فراح لمين؟ راح للشده. التاء تسكت؟ لا، هي مش زي الغلبانه النون، لا راحت هي كمان للشده. فاصبح عندي في الاول كان الف ونون، بعد كده بقت الف وتاء، بعد كده بقت تاء والف. الالف تسكت؟ لا، بعد كده بقت الف وشده. التاء تسكت؟ لا، بعد كده بقت تاء وشده. تمام. احنا بس بنقول الطريقه دي عشان نحفظ بيها ايه الحروف الزياده يعني. خلاص. طيب تعال نشوف اول حاجه الثلاثي المزيد بحرفين، والحرفين دول يكونوا الالف والنون. زي انكسر، اشيل الالف والنون ترجع لاصلها كسره، يبقى انكسر ثلاثي مزيد بحرفين. انطلق، شيل منها الالف والنون ترجع للاصل بتاعها طلق، فطبعا يبقى ثلاثي مزيد بحرفين. انطلق ثلاثي مزيد بحرفين. انهمر ثلاثي مزيد بحرفين. انهمر يعني شده النزول. تمام. تمام. نيجي للالف والتاء. انتصر واستمع وانتقل. تعالى لانتصر.
انتصر دي دلوقتي انا اتاكد منين ان هنا في انتصر مش مزيده بالالف والنون؟ اصل هي فيها يعني ينفع الاثنين، ينفع اقول مزيده بالالف والنون وينفع اقول مزيده بالالف والتاء. طيب اولا في مزيد بالالف والتاء هو يعني ايه، ما افتكرش ان انا قابلتني كلمه مزيده بالالف والتاء والالف والتاء كانوا ورا بعض. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه، تعال نجرب تعال نجرب. انتصر، تعالى كده في حته فاضيه هنجربها بالشكلين. ادي انتصر اهي. تعال نفترض ان الالف والنون هما الزياده، يبقى الاصل هيتفضل معايا ايه؟ انتصر. ده في حاله ان احنا افترضنا ان الالف والنون زياده. طب تعال نجرب ان الالف والتاء هما اللي يبقوا زياده. لو هما اللي زياده هيتبقى منها كلمه ايه؟ نصر. يا ترى انت من وجهه نظرك مين الاصل؟ انتصر اصلها تسر ولا اصلها نصر؟ نصر صح؟ يبقى النون والصاد والراء هما الحروف الاصليه، يبقى اذا الالف والتاء هما اللي زياده. تمام تمام. استمع، الالف والتاء اشيلهم تبقى سامع. انتقل، نفس الموضع بتاع انتصر، جرب كده شيل الالف والتاء هتلاقي ايه؟ نقل. وده الاصل من انتقل، اصلها النقل نفسه صح؟ يبقى اصلها نقل. انما اتقل مش حاجه اسمها اتقل. ماشي. نيجي لتقاسم، دول 5 حروف. تقاسم ماضي مفرد مذكر صح؟ لقيته 5 حروف، يبقى ثلاثي مزيد بحرفين. ايه هما الحرفين؟ ينفع اقول الف ونون؟ مفيش الف ونون. ينفع اقول الف وتاء؟ لا، تاء والف بقى. ليه؟ لان اللي جايه الاول التاء، يبقى تاء والف. تقاسم، شيل التاء شيل الالف يبقى اصلها قسمه، يبقى تقاسم ثلاثي مزيد بحرفين. تحاسب اصلها حسب ثلاثي مزيد بحرفين. تعامل اصلها عمل ثلاثي مزيد بحرفين. نيجي للالف والشده، ودي غالبا بتيجي في الالوان، اصفر واخضر وغمقه. خلاص، الالف والشده هم اللي زياده. اصفر اصلها صفرة، اخضر اصلها خضرة وغمقه. نيجي بقى للتاء والشده. التاء والشده زي تقدم، التاء زياده والشده زياده، مش الدال اللي زياده، ها، الشده. فبشيل التاء واشيل مين؟ الشده، يبقى اصلها قدم. تعلم اصلها علم. تفهم اصلها فهم، يبقى تقدم. تعلم، تفهم، كلهم ثلاثي مزيد بحرفين. تمام. هو مين اللي ثلاثي مزيد بحرفين؟ الافعال اللي على اليمين كلها. الافعال اللي على اليمين كلها، انما اللي على الشمال دول ايه؟ دول الاصل بتاعهم. انا بس بعرفك ان جبنا الكلمه اللي هو ثلاثي مزيد بحرفين، شلنا منها زياده وخرجنا منها الحاجه الايه؟ الخام الاصليه بتاعتها. خلاص. نيجي بقى للنوع اللي بعد كده، الثلاثي المزيد بثلاث حروف. هو في ثلاثي تاني غير كده؟ لا خلاص خلصنا. الثلاثي المزيد بثلاث حروف ده سهل، ده راجل ابن ناس وما بيتعبناش في حاجه. قال لك يا باشا لو الفعل ماضي 6 حروف هتلاقي في اوله الف س تاء، كلمه است. فالثلاثي المزيد بثلاث حروف هيبقى اوله است الف س تاء. مزيد باست، ثلاثي مزيد بثلاث حروف زي مين؟ استخرج. كم حرف؟ 1 2 3 4 5 6. 6 حروف، ماضي مفرد مذكر. اوعى تنسى، اوعى تجيب لي، اوعى تقول لي الفعل ده مزيد ولا مجرد وهو في المضارع او هو في الامر او هو ماضي متصل به ضمير واو الجماعه او كده. لا 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 لا، ساعتها اجابتك، انا بقول لك اجابتك من قبل ما الجواب تطلع غلط. تمام تمام. خلاص. استخرج ماضي مفرد مذكر، اشيل الالف والسين والتاء يتبقى مين؟ خرج. يبقى استخرج ثلاثي مزيد بثلاث حروف. يبقى اي فعل ماضي من 6 حروف اوله است يبقى ده الزياده. استقبل ثلاثي مزيد بثلاث حروف. استعمل ثلاثي مزيد بثلاث حروف. استخبر ثلاثي مزيد بثلاث حروف. لو شلت منهم است الكلمه هترجع للثلاث حروف الاصليين. واصل الكلمه في اللغه العربيه، اغلب الكلمات في اللغه العربيه او 90% من كلمات اللغه العربيه هي اصلها من 3 حروف على وزن فعله، والوزن ده هنتكلم فيه كمان شويه. خلاص احنا كده خلصنا الثلاثي المزيد. يبقى احنا خلصنا المجرد الثلاثي والمجرد الرباعي والثلاثي المزيد. ناقص لنا مين؟ الرباعي المزيد. مش احنا في المجرد خدنا ثلاثي ورباعي، وفي المزيد هناخد ثلاثي ورباعي. خدنا في المزيد الثلاثي اللي هو ثلاثي مزيد بحرف، همزه في اوله، الف في الحرف الثاني، الف شده في الحرف الثاني. او ثلاثي مزيد بحرفين اللي هم الالف والنون، القصه بقى اللي هي الف ونون، او الف وتاء، او الف وشده، او تاء وشده، والتاء والالف في النص يعني. ماشي. طب لو ثلاثي مزيد بثلاث حروف اللي هي استخرج تبقى خرج. استقبل اشيل منها الاست تبقى قابله. استخبر، استعلم، استعمل اشيل منها الاست ترجع لاصلها. نيجي بقى للرباعي.
الرباعي المزيد بحرف والرباعي المزيد بحرفين بس. الرباعي يا اما مزيد بحرف يا اما مزيد بحرفين، والحرف بتاعه هو التاء بس، بيجي في الاول. تدحرجه، التدحرجه دي اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن المجرد الرباعي اللي خدناه فوق زي دحرجه دي، وزودنا عليه حرف، عشان كده اتسمى رباعي مزيد بحرف. يعني ايه رباعي مزيد بحرف؟ رباعي مزيد يعني رباعي فيه حروف 4 حروف اصليين مزيد بحرف وعليهم حرف زياده. زي الثلاثي المزيد بحرف، يعني 3 اصليين وعليهم 1 زياده. ماشي، كانه عرض يعني. تدحرجه اصلها ايه؟ اصلها دحرجه وضفنا لها التاء بقت تدحرجه. تبعثر تزلزل. ربنا يحفظنا من الزلازل ويحفظ الناس كلها ان شاء الله ويسترها معانا. نيجي بقى للرباعي المزيد بحرفين، هم حرفين 2 ما فيش غيرهم، الالف والشده. زي كلمه اطمأن اللي ما اعرفش هي نزلت لتحت كده ليه، النون نزلت لتحت كده ليه، بس مش مهم يعني، مش موضوعنا يعني. اطمأن مزيده بالالف والشده. هم 3 كلمات، اطمأن اقشعر اضمحل ما فيش غيره. اطمأن اضمحل اقشعر ما فيش غيره. اضمحل يعني ساء وضعه، تمام. واقشعر اللي هو يقول لك انا اشعرت يعني، ماشي، يعني زي ما يكون اصابه الذهول يعني. طيب يبقى احنا كده بسرعه كده، انا عندي مجرد ثلاثي ومجرد رباعي. المجرد الثلاثي 3 حروف اصليين، المجرد الرباعي 4 حروف اصليين. هو يعني ايه اصليين؟ اصليين يعني ما فيش فيهم اي حرف زياده، اصليين يعني ما اقدرش استغنى عن اي حرف منهم، تمام. طيب تعالى للمزيد، عندي مزيد ثلاثي وعندي مزيد رباعي. يعني ايه مزيد ثلاثي؟ يعني في 3 اصليين وعليهم عليهم زياده، الزياده دي ممكن يبقى حرف او 2 او 3. يعني ثلاثي مزيد بحرف، ثلاثي مزيد بحرفين، ثلاثي مزيد ب3 حروف. يعني ايه رباعي مزيد؟ يعني عندي 4 حروف اصليه وعليهم حرف زياده او 2. يعني يا اما اقول رباعي مزيد بحرف يا اما رباعي مزيد بحرفين. خلاص. الرباعي المزيد بحرف هو حرف التاء. تدحرج، التاء هي اللي زياده. طب مزيد بحرفين هم 3 كلمات عمي مزيد بالالف والشده، اطمأن، اضمحل، اقشعر. تمام ان شاء الله. قبل ما ادخل على الاسئله، ولا ندخل ناخد سؤالين وبعد كده اجيب لكم حاجه اسمها الميزان او وزن الكلمه يعني. الكلمه بتتوزن كاننا في محل خضار يعني. يكتبون، الفعل ده مجرد ولا مزيد بحرف ولا مزيد بحرفين ولا مزيد ب3؟ ها، انت لو فكرت في الاجابه دلوقتي تبقى بتهزر. يعني لو فكرت يا ترى انهي واحد في الاختيارات دي على طول تبقى بتهزر، لان انا قلت لك لازم تتاكد من خطوه مهمه جدا، لازم ترجعه للماضي المفرد المذكر الاول، بعد كده تقول يكتبون ماضي مفرد مذكر تبقى كتب. احكم بقى على كتب دي. ما احكمش على يكتبون؟ لا، ما ينفعش اصلا. انا عشان احكم على الكلمه لازم ارجعها ماضي مفرد مذكر. رجعتها ماضي مفرد مذكر، احكم بقى على الكلمه، على الحاجه بقى اللي انا وصلت لها دي اللي هي ماضي مفرد مذكر. يعني احكم على كتب. كتب دي ثلاثي ولا رباعي؟ مجرد ولا مزيد؟ ده مجرد ثلاثي، 3 حروف اصليين ما اقدرش استغنى عن حاجه منهم، يبقى مجرد ثلاثي، يبقى ده مجرد. خلاص. يقدسون لازم ارجعه ماضي مفرد مذكر، رجعته ماضي مفرد مذكر هيطلع معايا قدس. احكم بقى على قدس. قدس كم حرف دول؟ سامع حد يقول لي 3؟ هسحقك، اوعى تقول لي 3 يا متهور. قدس ده مش 3 حروف، ده 4 حروف، القاف والدال والسين والشده. الشده دي مش زي الضمه والفتحه والكسر، لا الشده دي يعتبر حرف، لان الشده دي معناها ان الحرف متكرر مرتين، يعني الدال دي في منها 2 بس احنا عملنا لهم دمجناهم كده، زي في الرياضه عندك 2 اس 2. فهمت؟ احنا عندنا بقى الاس 2 ده هو الشده. فقدس ده عباره عن فعل ثلاثي مزيد بحرف، لان انت لو فاكر المزيد بالحرف يا مزيد بهمزه في اوله، يا الف في الحرف الثاني يا شده في الحرف الثاني. وبالمناسبه في فرق كبير قوي بين الهمزه والالف، ماشي؟ ده حرف اسمه الهمزه وده حرف اسمه الالف. دول حرفين، زمان كنا ممكن نتعامل معاهم حرف واحد، لا احنا كبرنا وهنتعامل معاهم ان هم حرفين. معلش بتعبك معايا، معلش. خلاص. وباقي الاسئله هنبقى نحلها مع بعض. تعالى بس كده معايا. عرفنا دلوقتي نجيب اصل الكلمه وعرفنا نوصل لاصلها، صح كده؟ صح. تعالى بقى عايزين نوزن الكلمه، بوزنها ازاي من اصلها؟ تعالى. اول حاجه كلمه يكتبون دي اللي لسه واخدينها من شويه، خدناها في كذا مثال يعني. قصدي يكتبون، اجي ارجعها لاصلها اللي هو كتبه، اصلها اللي هو ارجعها للاصل بتاعها اللي هو المجرد يعني. فكتبه مجرد ثلاثي، واسمعي اصلها هتبقى المجرد الثلاثي بتاعها سمعا، صح كده؟ صح. قال لي في حاجه عندي اسمها الميزان. يعني ايه الميزان؟ قال لي وزن الكلمه، وزن
الكلمة. وزن الكلمة طالما الكلمة اللي قدامي دي من 3 حروف، 3 حروف أصليين زي كتبة، يبقى وزن الكلمة الأصل فيها فعل. يعني إيه يا مستر؟ بص يا حبيبي، أدي كلمة كتبة أهي. كتبة دي على وزن إيه؟ فعل. يعني إيه؟ يعني عند الكاف بيقابلها في الميزان حرف الفاء، التاء بيقابلها في الميزان حرف العين، والباء بيقابلها في الميزان حرف اللام. التقسيمة دي على كل فعل مجرد ثلاثي. كتب على وزن فعل، سمع على وزن فعل، ضرب، أكل، شرب، هد، حب، حس. طالما 3 حروف أصليين يبقى على وزن فعل مباشرة. يعني إيه على وزن فعل؟ وزن عادي. أنت أما بتيجي توزن نفسك مش بتروح الصيدلية أو عند دكتور توزن نفسك، صح؟ ولا بتروح تقعد عند بتاع الخضار وتقعد على كفة الميزان؟ اكيد لا. ولا بتروح مثلا مصنع الحديد والصلب تروح تتوزن في ميزان الحديد والصلب؟ برضه لا. فزي ما الانسان له ميزان والخضار له ميزان والحديد له ميزان، الكلمه في اللغه العربيه لها وزن ولها ميزان، والميزان بتاعها فعل. يعني ما ينفعش اروح اخد كتبه واروح اوزنها عند الفكهاني اللي عندنا او السوبر ماركت تحت، لا. خلاص. فانا لازم لما اوزن اي كلمه اجيب اصلها الاول. يعني ايه اصلها؟ يعني خليها مجرد. طب افرض اللي رجعتها ماضي مفرد مذكر ولقيت فيها زياده، هقول لك. فاحنا عرفنا دلوقتي المجرد العادي اللي هو الثلاثي كتب على وزن فعل. طيب نجيب مثلا سمع او سمع على وزن ايه؟ على وزن فعل. طالما 3 حروف اصليين يبقى وزنهم فعل. خلاص. يعني ايه وزنهم فعل؟ يعني الحرف الاولاني بيقابل الاولاني، السين بيقابلها الفاء، الميم بيقابلها العين، والعين بيقابلها اللام. فيها صعوبه دي؟ ان شاء الله ما فيها صعوبه. تعالى بقى لو قال لي هاتوا يعني مثلا ايه وزن كلمه مثلا، ومثلا عايز يجيب لي وزن كلمة مثلا استخرج. فعل استخرج. فعل استخرج. قال لي عايزين نوزن الفعل استخرج. اوزنه ازاي؟ قال لي هات اصله. اصله؟ يعني ايه اصله؟ يعني خليه مجرد. يعني اشيل منه الزياده. طب تعالى نشوف. استخرج ده الاول ماضي مفرد مذكر. شوف بقى، خد بالك اوعى تنسى دي. ما ينفعش اوزن لو الفعل مضارع، مش هعرف اوزن. تمام. استخرج. ها. يا مستر ده 6 حروف. 6 حروف يعني ثلاثي مزيد ب3 حروف، وكمان اوله است. الناس اللي فاكره ومصحصحه معايا هتبقى عارفه انا بقول ايه. استخرج. شيل الزياده، اصلها ايه؟ خرج. خرج بقى على وزن خرج 3 حروف اصليين. خرج على وزن فعل، صح؟ اهو. تمام. اخد بقى انا الوزن ده اخده واروح ارصه هناك. يعني ايه؟ اروح اشوف حرف الخاء اللي بيقابله الفاء. الخاء هنا فين؟ اهي. يبقى بيقابلها الفاء. الراء بيقابلها مين؟ العين. فين الراء؟ اهي. بيقابلها العين. الجيم بيقابلها مين؟ بيقابلها اللام. اهو. حلو. طب والزياده دول هينزلوا زي ما هم. يبقى استخرج على وزن استفعل. استخرج على وزن استفعل. تمام. ناخد واحده تانية. تعالى ما نجيبش فعل، تعالى نجيب اسم. نقول مثلا ايه؟ مخلصون. فعل اسمه مخلصون. اسم قصدي اسمه مخلصون. تمام. مخلصون. قال لي عايز وزنها مثلا. تعالى هات لي منها فعل ماضي مفرد مذكر. مخلصون فعل ماضي مفرد مذكر تبقى اخلص، صح؟ ده الفعل ده الفعل الماضي المفرد المذكر منها تبقى اخلص. تمام. طيب اخلص دوت مجرد ولا مزيد؟ 4 حروف في ماضي مفرد مذكر يبقى مجرد رباعي. بس انا قلت لك لو الماضي مفرد مذكر 4 حروف ولقيت همزه في الاول اعرف ان هي زياده، يعني الهمزه دي زياده. يبقى اصل اخلصه اصلها ايه؟ خلص. خلص او خلص على وزن ايه؟ فعل. طالما قدرت اوصل للاصل وقدرت ارص رصتي، اروح امسك بقى نفس الرصه دي ارصها هنا. حرف الخاء بيقابله مين؟ الفاء. اروح عند الخاء واحط فاء اهو. اللام بيقابلها العين. اروح عند اللام واحط العين اهو. لزقهم في بعض عشان هم فوق لازقين في بعض. الصاد بيقابلها اللام. اروح عند الصاد واحط ايه؟ تحتها اللام. طب الحروف الزياده زي الميم
والواو والنون ينزلوا زي ما هم، يبقى مخلصون على وزن مفعلون. وصلت؟ يبقى احنا عرفنا يعني ايه وزن الكلمه، اللي الكلام ده هيفرق معانا. ماشي؟ طيب تعالى ناخد حاجه بقى تخص المنهج برضو عندك مباشره يعني. تمام؟ لو جه قال لي انا عايز وزن يا كابتن كلمه مثلا كاتب، وعايزك تجيب لي وزن كلمه مكتوب. تمام؟ تعالى، كاتب ده اسم يا مستر، ما ينفعش اجيب منه ماضي مفرد مذكر تبقى كتبه. مكتوب كتبه، ماضي مفرد مذكر يبقى كتبه، صح؟ طيب حلو. تعالى اوزن كتبه، خلاص مجرد ثلاثي، وزنه فعل. صح؟ الكاف عند الفاء والتاء عند العين والباء عند اللام، سهله. اروح ارص رصتي، الكاف عندها فاء اهو، والتاء عندها عين، اروح عند تاء واحط عين، والباء عندها لام اهو. يبقى مين الزياده؟ الالف، انزلها زي ما هي، يبقى كاتب على وزن فاعل، عرفت اجيب وزنها. مكتوب اعمل نفس الرصه هتبقى مفعول. تمام ان شاء الله. نيجي بقى، طبعا الاسئله الاختيارات دي انت هتبقى تحلها وعندك قطعه نحو برضه. نيجي بقى للفعل المعتل والصحيح. الافعال المعتله والصحيحه، بما اننا خدنا خلاص المجرد والمزيد، نقدر ناخد المعتل والصحيح. اول حاجه انا عندي حروف عله اسمها الف واو ياء، دي حروف العله. تمام؟ وهي حروف ساكنه يعني فيها سكون. طب ازاي نحدد نوع الفعل اذا كان معتل يعني في حرف عله ولا صحيح؟ قال لي لازم بقى نرجعه المره دي لميم ميم ميم ميم، 4 ميمات. كان فوق كنت بقول لك عشان تحدد نوع الفعل اللي قدامك مجرد ولا مزيد لازم تجيب ميم 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 3 ميمات. يعني ايه 3 ميمات؟ ماضي مفرد مذكر. امال لو معتل او صحيح قال لي لا هتجيب 4 ميمات. ايه الاربع ميمات؟ هتلاقي برضو ماضي مفرد مذكر هنضيف عليها مجرد. مجرد يعني ايه؟ ما انت لسه عارف، انت عرفت ازاي تجرد الفعل، يعني تشيل منه الحروف الزياده. تمام ان شاء الله. تمام. نيجي مثلا الفعل يحاسبون، قال لي هو ده مجرد ولا مزيد؟ احنا قلنا حروف العله، قصدي اسف، هو ده معتل ولا صحيح؟ احنا قلنا حروف العله الف واو ياء. تمام؟ طيب هل ده في الف او واو او ياء؟ طبعا انت لو متسرع هتقول لي ايوه الياء اللي في الاول ده حرف عله. لا، يحاسبون اصلا فعل مضارع. يحاسبون فعل مضارع، وانت لازم ترجع الفعل للماضي المفرد المذكر المجرد. يحاسبون الماضي منه مفرد مذكر حاسبه، بس حسابه ده مجرد؟ لا يا مستر ده في زياده، الالف الزائد ده كده ثلاثي مزيد بحرف اللي هو الف في الحرف الثاني، فلما اشيل الزياده يبقى حاسبه. احكم بقى على الاصل، انا بحكم الفعل معتل وصحيح، معتل ولا صحيح من الاصل بتاعه مش من الشكل اللي مكتوب قدامي. ماليش دعوه بالشكل، انا ليا دعوه بالاصل اللي انا هجيبه. خلاص؟ فحاسب هنا صحيح. طب يعتمدون الماضي منه اعتمد. اعتمد ده ثلاثي مزيد بحرفين اللي هم مين؟ الالف والتاء. شلت الالف والتاء اصلها ايه؟ عمد او عمد. عمد ده في اي حرف عله؟ لا ده فعل صحيح، اذا اعتمد صحيح ويعتمدون صحيح. حسب في ده معتل ولا صحيح؟ صحيح، يبقى اذا حاسب صحيح ويحاسبون صحيح، لان انا بحدد معتل ولا صحيح من الاصل فقط. طيب انواع الفعل المعتل بقى، خلاص احنا ندخل بقى على نمسك بقى الصحيح بالتفصيل والمعتل بالتفصيل. نمسك اول حاجه الفعل المعتل. قال لي المعتل عندي 3 انواع او 4 انواع. عندي المعتل مثال، وعندي المعتل الاجوف والناقص، وفي حاجه اسمها اللفيف. المعتل المثال اوله عله، مثال في العله، ودي مش هتفيدك قوي يعني، بس خليك عارفهم يعني، مش هتلاقيها بتستخدمها قوي في الدروس اللي جايه يعني، في دروس الترم الاولاني. اوله عله، وعد ووصف ووجد ووضع ووصف ويأس ويبس، الافعال دي كلها معتله في الاول، يعني معتل مثال في العله اوله عله. طب الاجوف، الاجوف يعني في نص عله، في منتصف عله، زي ما اقول قال وصام وباع وقام ولام وهام. الناقص اخره حرف عله، قضى سعى دعا رجا بنى عطى عمى. اللفيف بقى، كلمه لفيف معناها ان الفعل فيه حرفين عله. في بقى لفيف مقرون يعني حرفين العله ورا بعض، وفي لفيف مفروق يعني حرفين العله في ما بينهم فاصل. اللفيف المفروق يعني ايه؟ لفيف يعني في حرفين عله، مفروق يعني في ما بينهم حرف. زي وعى، انت عندك الواو حرف عله والياء حرف عله صح؟ والعين ما بينهم في النص.
وقى وفى وشى. اللفيف المقرون حرفين علة مقترنين يعني ورا بعض، روى وطوى وحوى وجوى وهوى وغوى. ماشي. نيجي بقى ده الافعال المعتله اللي فيها حروف عله. طب الافعال الصحيحه، قال لي عندي صحيح. يعني ايه صحيح؟ يعني ما فيهوش اي حرف عله، الالف والواو والياء دول مش موجودين اصلا، مش موجودين خلاص، مش موجودين في الاصل، مش موجودين في الاصل. اوعى تجيب لي فعل زي اعتمد وتقول لي ايه ده معتل بالالف، رجعه مجرد. اتاكد ان هو ميم 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 ميم، ماضي مفرد مذكر مجرد. الفعل الصحيح المهموز، اخذ، اكل، سال، يئس، يئس لا، سئم، بدأ، قرأ، نشأ. خلاص. اخذ واكل. طب مستر مش ممكن نقول اخذ واكل ده معتل مش اوله حرف عله بالالف؟ ما انا لسه قايل من شويه، لسه قايل من شويه ان الهمزه حرف والالف حرف. الهمزه حرف صحيح، الالف حرف عله، يعني الفعل معاه يبقى معتل. طيب المهموز، عرفنا المهموز يعني احد حروف الاصليه عله. كلمه مهموز احد حروف الاصليه، اسف كلمه مهموز احد حروف الاصليه همزه، يعني صحيح مهموز يعني احد حروف الاصليه همزه. مضاعف ثلاثي، يعني ايه مضاعف ثلاثي؟ يعني هو كله على بعضه شاكب راكب 3 حروف خلاص، بس فيهم حرف مضاعف زي كلمه شده. شده دي كام حرف؟ 3. 3 صح. الشين والدال والدال اصلها شددا، اصل شده اصلها شددا خلاص. فده تسمى مضاعف ثلاثي، يعني هو على بعضه 3 حروف منهم حرفين داخلين في بعض وحاطين عليهم شده، بقوا شكلهم حرف واحد. هدى ومد وعدى وحب. طيب المضاعف الرباعي، قال لي المضاعف الرباعي ده هيبقى ماشي بخطه 1 2 ثواني. المضاعف الرباعي ده هيبقى ماشي بخطه 1 2 1 2. ايه 1 2 1 2 دي؟ هقول لك. هتلاقي الحرف الاول والثاني متكرر في الحرف بيتكرروا تاني. 1 2 1 2 1 2 1 2. دمدمه، غلغله 1 2 1 2. وسوسه 1 2 1 2. همهمه 1 2 1 2. خلاص. فده اسمه مضاعف رباعي. السالم بقى، سالم ده يعني سليم خالص ما فيهوش اي حاجه، هو صحيح حرف صحيح فعل صحيح يعني ما فيهوش حروف عله، بس في نفس الوقت برضه ولا في همزه فمش هنقول عليه صحيح مهموز، ولا في تضعيف فمش هنقول عليه مضاعف صحيح مضاعف، وما فيهوش مثلا اي حاجه خالص، ما فيهوش اي تضعيف ولا في اي همزه، فهنقول عليه صحيح سالم. زي سمعه، فعل صحيح ما فيهوش عله وفي نفس الوقت سالم يعني ساده، لا فيه شده ولا تضعيف ولا حتى فيه همزه. حفظ وكتب وضرب وشرب ولعب. تمام. ناخد بالنا من الحته دي. يقول لي الام رجت من الله الخير وصمنا رمضان. يقول لي نوع الفعل ده ايه؟ لو انت متسرع تقول عليه فعل صحيح، لو انت متسرع تقول عليه فعل صحيح. ليه؟ لان ما فيهوش حرف عله صح. رجت هتقول لي ايه؟ حرف فعل صحيح عشان ما فيهوش حرف عله. طب تعالى كده، اول حاجه انا قلت لك انت لازم تخلي الفعل ماضي مفرد مذكر مجرد. رجت ماضي ماضي، مفرد واحده بس اللي رجت. مذكر لا مش مذكر، خليه مذكر. رجت المذكر بتاعها ايه او صيغه المذكر بتاعتها ايه؟ الام رجت؟ لا احنا قلنا الاب، هنقول الاب رجت ولا الاب رجا؟ هنقول الاب رجا، يعني ده الاصل. وانا بحكم على الفعل معتل ولا صحيح من الاصل اللي انا عارفه مش من الكلمه اللي مكتوبه. فرجا هنا فعل معتل ناقص اهو، الفعل معتل ناقص لان حروفه الاصليه رجا. يعني حروفه الاصليه يعني المجرد بتاعه. صمنا رمضان طبعا ان ده ضمير ماليش دعوه بالضمير ما بحسبوش، احنا قلنا ماليش دعوه بالضمير ما بحسبوش، ماليش دعوه انا خلاص. صمنا الصاد والميم اتبقوا، اقول عليه صحيح ولا معتل؟ غلط، رجعه ماضي. صمنا ماضي مفرد، صمنا لا دي تحسه بصيغه الجمع عشان في ضمير يدل على الجمع، فنعمل ايه؟ نرجعه ماضي مفرد مذكر مفرد، هتبقى صمنا المفروض تبقى صامه. احكم بقى على صامه. صامه ده صحيح ولا معتل؟ معتل. معتل نوع ايه؟ معتل اجوف يعني في منتصف عله. خلاص. طيب احنا كده خلصنا التمهيد بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالى بس نحل ايه كام سؤال كده عشان تبقى انت راجل فاهم. ماشي. قف خاشعا، قف ده يا ترى صحيح سالم ولا صحيح مضاعف ولا معتل ناقص ولا معتل اجوف؟ قف ده فعل امر ما ينفعش احكم عليه.
ماضي مفرد مذكر مجرد. الماضي منه وقف، مفرد مذكر مجرد. وقف مفرد مذكر مجرد. احكم انا بقى على وقف، ده معتل ولا صحيح؟ في حرف عله، يبقى اذا ده معتل. معتل نوعه ايه بقى؟ ده اوله عله، يبقى معتل مثال. دي غلطه معلش، المفروض دي تبقى معتل مثال. ماشي، في الاختيارات معتل مثال. طيب، عليك ان تجد في المذاكره، وعليك ان تجد الحقيبه الضائعه. يقول لي حدد نوع الفعلين من حيث الصحه والاعتلال. اولا لازم اتاكد ماضي مفرد مذكر. عليك ان تجد في الامتحان. تجد يعني تجتهد، صح؟ تجد الماضي منها ايه؟ جد. هل في حروف عله؟ لا، يبقى الفعل ده صحيح. هل صحيح مهموز في همزه؟ لا. في تضعيف؟ يبقى ده صحيح مضاعف. يبقى تجد صحيح مضاعف. ماشي. تعالى، عليك ان تجد الحقيبه الضائعه. تجد يعني ايه؟ تجد من الفعل الماضي بتاعها وجد. يعني تجد اصلها ايه؟ وجد، صح؟ وجد بقى صحيح ولا معتل؟ معتل طبعا. حلو، هنقول عليه معتل عشان في حرف عله في الاول. معتل ايه؟ معتل اوله عله، يبقى معتل مثال. خدت بالك؟ يعني ممكن الكلمه تتشابه في الشكل، بس الاهم حاجه عندك الفكر والمعنى. احنا بنقول النحو دايما بالفهم. ماشي، النحو فرع المعنى. تمام. تعال نبص على الستيكر ده ونقفل الفيديو. بيقول لي حدد نوع الفعلين من حيث الصحه والاعتلال. الفتاه سمت باخلاقها، والفتاه كتبت بقلمها. طبعا لو انت متسرع هتقول ايه؟ كلاهما فعل صحيح. يعني ده صحيح وده صحيح، لان ما فيهمش اي حروف عله. الاجابه غلط. اللي يعرف الاجابه يبقى يبلغني. السلام عليكم ورحمه الله.